السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة الجديدة ديالنا اللي غادي نطرقوا فيها إن شاء الله الرحمن الرحيم لأي حاجة عندها علاقة ببورصة ديال الدار البيضاء. هنا غادي نبارطاجيو إن شاء الله الدورة ديالنا، وفي هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعطيكم العناوين ديال الفيديوهات أو المواضيع اللي غادي نطرقوا ليها. أنا متأكد مليون في المية باللي هاد المواضيع أو هاد العناوين غادي يكون بعض التغييرات أو لا غادي نزيدوا شي حوايج آخرين عليهم، لأن بطبيعة الحال غادي يجيو أسئلة، بطبيعة الحال غادي يكونوا حوايج أخرين اللي ما كاينينش في اللائحة، بحال مثلا الفيديو اللي غندير الجاية إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون فيها اجابه على جميع الاسئله اللي تحتاجوها باش تحلوا ان كونت، ولكن غادي ندوي على بروكر الاول اللي هو التجاري وفا بورس، لان الاغلبيه السحيقه كيلقاو بزاف د المشاكل باش يحلوا ان كونت ديال لا بورس اون لين. انا نعطيكم الديتاي ديال الديتاي لي زيتاب اللي تتبع وما غاديش تلقى مشكل نهائيا. هادشي ما ندخلش فيه دابا، لكن الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نجاوب، لان كنتوصل بزاف ديال الرسائل سواء عن طريق البريد الالكتروني او لا انستغرام او لا في لي كومونتير. بزاف الناس كيسولوا على كيفاش يحل ان كونت بورصه الدار البيضاء، واخا كنقول لهم بلي خاصكم دوزوا من اي بورس وتعلموا في الكونت ديمو، لكن هادشي تيبقى راجع لهم. انا غادي نوريك الحوايج اللي ما كاينينش، المعلومات اللي ما كاينينش اصلا في انترنت واللي ما عارفينهمش حتى الناس اللي كاينين في البنكه. غادي تمشي تدخل عند الديريكتور او لا شارجي د كليونتيل، الاغلبيه السحيقه ما عندهم حتى علم على كيفاش يحلوا ان كونت، كيفاش دوز الفلوس ديالك من لو كونت ديالك للحساب ديالك في لا بورس اون لين، الضرائب، كلشي داكشي، الفيز، اينا فورمول اللي غادي تعزل الا كان عندك هاد راس المال ها شنو تعزل، الا كان عندك هاد راس المال ها شنو تعزل. المهم كلشي غادي نعطي لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنوريكم حتى الوراق اللي غادي تعمروهم كيفاش تعمروهم، غنعطيكم شحال الوقت باش تحلوا هذاك لو كونت، لان كاينين بزاف الناس اللي كانوا تيقولوا لك شهرين شهر. لا، المشكل هو ان الناس ما كانوش عارفين، وملي كيمشيو عند لاجونس او كيدخلوا للبنكه ديالهم هذوك الناس براسهم ما عارفينش يبقى داك الشيء مجرجر. انا غادي نوريك كيفاش غادي تحلوا في 48 ساعه، 48 ساعه الى طار 72 ساعه اي تحل لك لو كونت ديالك، وما غاديش تبقى مبرست راسك، وحتى هذاك شارجي د كليونتيل ولا هذاك الديريكتور ديال لاجونس حتى هو غادي يتعلم معاك. وهكذا نفورميو حنايا الناس اللي خدامين في لي بون. غادي نبداو بتجاري لان هي اللي عندي عارف كيفاش تحلوا كونت، كيفاش ترانسفيريو الفلوس ديالكم، كيفاش تخرجوا الفلوس ديالكم من الكونت ديالكم ديال لا بورس تصيفطوا الكونت ديالكم، كيفاش تاع الضرائب، كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبارطاجي معاك. دونك دابا ندوزو نشوفوا اول حاجه العناوين ديال الفيديوهات ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الدروس اللي غادي نقدمها في هذه القناه هذه. كيف ما كتشوفوا هنا بورصه الدار البيضاء او دوره بورصه الدار البيضاء قسمتها على 5 المستويات. المستوى الاول غادي ندوي فيه على الاساسيات، غادي يكون فيه مثلا الفيديو الاولى تكون مقدمه شنو هي البورصه ديال الدار البيضاء، كيفاش خدامه، يعني واحد المقدمه بسيطه، الدور ديال البورصه في الاقتصاد، كيفاش خدام داكشي. المهم كلشي غادي نطرقوا ليه. غادي ندوي على علاش خاصك تستثمر في البورصه، ونديروا مقارنه ما بين الادخار والاستثمار في العقارات او البورصه، او نقدروا نزيدوا حتى استثمارات في مجالات اخرى بحال مثلا العملات الرقميه. وغادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نلوح فيديو في السيمانه، المهم على حسب حيت بغيت نطور من المونتاج ويكون داكشي على حق وطريقه، ما نبقاش غير كندوي، ويكون المونتاج مزيان باش يسهل الفهم على الناس. ندوي على شنو الفرق ما بين التداول والاستثمار، شنو هو اللي مناسب لينا حنا كمغاربه اللي غادي ندخلوا لبورصه الدار البيضاء. دونك غادي نشرحوا الفرق بيناتهم والمخاطر المرتبطه بكل واحد. غادي ندوي على الوسطاء البروكرز، كيفاش تقدر تختار احسن واحد اللي يناسبك. وغادي نقدر نجرب بزاف ديال لي بروكر، لان انا باغي نبارطاجي معكم التجربه باش ما يبقى حتى واحد التالف وما يبقاوش يسولوا لي الناس انا عندي سياج انا عندي هذه. انا غادي ندير مبادره من عندي وغادي نحل لي كونت، نشوف الا كان بعدا ما كاين حتى مشكل اذا كانوا عندك بليزيور كونت في لا بورس او لا. المهم انا عندي نيه باش نحل كونت ثاني واحد البنك اخر اللي كيبان لي والله اعلم غادي يكون احسن بكثير من التجاري. المهم مورا التجربه ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كلشي. بطبيعه الحال غادي ندوي على الضرائب، غادي ندوي على راس المال اللي تقدر تبدا به الاستثمار في البورصه ديال الدار البيضاء، واخا هادشي فايت دويت على الاغلبيه ديال هادشي، لكن غادي نعاودوه بطريقه مزيانه. غادي نعزل يا اما فيديو في السيمانه كيف ما قلت لكم، ولا نقدروا نديروا جوج في السيمانه، ما عرفت صراحه. المهم هذا الاسبوع هذا غادي يكون فيه هاد لا فيديو هذه، والفيديو اللي موراها ما عرفتش امتى نحطها باش نجاوب على دوك الاسئله اللي كيجيوني بزاف باش ما يبقاوش يتسناو. من بعد غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي غادي تكون فيه المفاهيم الاساسيه. شنو هي السيوله، علاش السيوله بالنسبه لي هي الاساس وهي اللي خصك تبازا عليها باش تختار السهم ديالك اللي غادي تستثمر فيه. غادي ندوي على الفرق ما بين الاسهم والسندات وصناديق الاستثمار، وبطبيعه الحال غادي ندوي على كل حاجه للصالحه. غادي ندوي من بعد على كيفاش تقدر تتبع السوق المغربي ومنين تجيب الاخبار، ومهم كيفاش تقدر تتبع شنو واقع في البلاد. بطبيعه الحال غادي نجبدوا الرسومات البيانيه، ومنين نقدروا نجبدوا الداتا، نقدروا ندوي على لي بوجي، ندوي على بزاف ديال الحوايج، لان ماشي كلشي اكسبير وماشي كلشي عنده واحد شويه ديال العلم. لان هذه الدوره هذه كيف ما قلت لكم موجهه للمبتدئين، واحد ما كيعرف حتى حاجه سواء كان كبير في العمر او لا صغير، تسهل عليه الطريق باش يدخل العالم ديال الاستثمار خصوص بورصه الدار البيضاء. واذا كان واحد الاقبال ان شاء الله الرحمن الرحيم وكنتم مهتمين راه نقدروا نمشيو بعيد، نشرحوا تريدين فيو، نشرحوا بزاف ديال الحوايج. المهم
المهم هادشي غادي يجي من بعد. المستوى من بعد غادي يكون التحليل، غندوي على التحليل الاساسي بطبيعه الحال، كيفاش تختار الاسهم، هذوك المؤشرات اللي خصك تعتمد عليهم منين تجيبهم. غندويو حتى على التحليل التقني، واخا كيف ما كنقول لكم ما عنده واش يفيدكم في بورصه الدار البيضاء، لكن غادي ندوي عليه حتى هو. المستوى من بعد غادي نتعمقوا شويه في البورصه ديال الدار البيضاء، غندوي على كيفاش تدير هذيك المخاطر وكيفاش تجري المحفظه ديالك وتقيم الاداء ديالك. غندوي على التداول اليومي في بورصه الدار البيضاء، واللي اغلبيه فيكم الناس القدام اللي متبعيني عارفين باللي ما تصلحش في بورصه الدار البيضاء لحد الساعه، ما عرفناش شنو غادي يكون من بعد. المهم غادي ندوي على الديتاي ديال الدي تريدين باش الناس يكون عندهم واحد الفكره سواء بالنسبه للبورصه الدار البيضاء او لا حوايج اخرين. غادي ندوي على شنو هي اهم الاخطاء اللي ما خصكش تطيح فيها واللي خصك تجنبها باش ما تضيعش الوقت وما تخسرش فلوسك. بطبيعه الحال غادي يكون هادشي فيه داخل فيه الانواع ديال الاسهم، الاسواق اللي كاينين، كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه غير لائحه او لا عناوين كبدايه، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه من بعد هذا تقدر تطور كيف ما قلت لكم ويتزادوا بزاف ديال الحوايج اخرين على حسب. اذا قدرت نوفر يعني واحد السيد اللي يقدر يدير لي شي مونتاج اللي مزيان بلانيماسيون وداك الشيء يكون واعر، راه غادي نديرها. ما قدرتش راه غادي ندابز بهاد الامكانيات اللي عندي، لانه بطبيعه الحال هاد الشيء كيطلب ايكيب كبيره وبزاف ديال زيكسبير، بزاف الناس اللي مختصين في السكريبتين، في المونتاج، الانيماسيون، بزاف ديال الحوايج غادي نديرهم من راسي. المهم المستوى الخامس غادي يكونوا فيه النصائح والادوات اللي يقدروا يفيدوكم. غيكون تريدين فيو، بزاف ديال الحوايج، سكرينر، المهم سكانير، كاع داك الحوايج اللي تحتاجهم باش تعزل الاسهم ديالك واللي غادي يسهلوا عليك الخدمه غادي نبارطاجيوها. في هذا المستوى غادي نشوفوا افضل ادوات ومواقع التحليل الاسهم المغربيه. بطبيعه الحال غادي نجبدوا كلشي investing.com، بزاف ديال المواقع. المهم هادشي غادي نشوفوه من بعد. وغادي نقدر علاش درت هذه القضيه هذه هنا، نقدر نوريكم كيفاش تقدر تشري، لان فايت توصلت ماشي مره ماشي جوج باسئله مع الناس اللي كيقول لك كيفاش نقدر نشري ونبيع. هو عنده ان كونت، تخيلوا حال كونت في لابورس، ولكن باقي ما يعرفش كيفاش يشري ويبيع. نقدروا ندوزوا لهذه المساله هذه ونشرحوا الانترفاس ديال لي بروكر، واخا هي بسيطه بطبيعه الحال. غادي نشوف ان شاء الله الرحمن الرحيم البروكر الثاني كيفاش غادي يكون الا كانوا بجوجهم نفس القضيه. يعني راه كلهم لي بروكر اللي عندنا في المغرب المستوى ديالهم متواضع جدا. وهذا دوينا على هذه القضيه ديال فتح الحساب وهذا الشيء، داكشي علاش قلت لكم نورمالمون خصها تكون حتى الاخر. لكن بما ان كاين بزاف الناس اللي كيسولوا على هذه المساله هذه، غادي الفيديو الجاي ان شاء الله ندوي على هذه القضيه ديال فتح الحساب والفيز وداكشي كامل، الضريبه. نقدر نبدا بهذا الشيء هو الاول لان اغلبيه الساحقه باغي هذا الشيء. حتى هذوك الناس اللي يعني ديجا حالين كونت في البورصه ديال الدار البيضاء عندهم بزاف ديال الاسئله، الضريبه، المهم بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نشوفوهم قبل ما نكملوا هاد الخطوات. هادشي اللي بان ليا. ونقدر عاوتاني لان كاين واحد دماغ تيقول لي بلي راه غادي تلف هذوك المبتدئين، وخاص هذيك البلاي ليست تكون متبعه، الفيديو الاولى يشوف، الثانيه، الثالثه، الرابعه، باش ما يتلفش. المهم هادشي غادي نشوفوه من بعد. نقدر هاد الفيديو اللي غندير ان شاء الله الثانيه ما تكونش داخله في بلاي ليست. دونك كيفاش تبدا الاستثمارات، شرح تطبيقي عملي، واش الاستثمار في بورصه الدار البيضاء مناسب للجميع. هذا ما كان الخوت. حتى لهنا لا فيديو ديالي غادي تكون سالات. نتمنى يلتحقوا بينا غير الناس اللي مهتمين بهذا المجال هذا واللي راسهم صغير وباغيين يتعلموا وواعيين وعارفين الاهميه ديال هذا الشيء، باش نصنعوا واحد المجتمع يكون يعني متخصص بورصه الدار البيضاء اللي غادي نبارطاجيو فيه بزاف ديال الحوايج بيناتنا. لان كيف ما انا نبارطاجي معكم فراه ضروري غادي تجي شي معلومه اللي نتعلمها، سواء انا يبارطاجيها معايا شي واحد منكم وهادشي لحد الساعه باقي حتى واحد ما بارطاجا معنا شي حاجه، او لا هذاك السؤال ديالك كيخليني هذوك المعلومات تيكون عندي بعض المرات شي حوايج عارفهم ولكن مضببين. ملي كطرح لي انت السؤال، هذيك الطريقه باش كطرح لي السؤال كنبدا نفكر فيه، كنزيد ناكد هذيك المعلومه ونفهمها اكثر. يعني بزاف الناس عارفين هذه المساله هذه، ملي كتشرح راك انت براسك كتعلم اكثر. على بركه الله نبداو هذه الدوره هذه، نتمنى تستافدوا كاملين. تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.